جديد من البريمو. اليوم الثاني لدور ال 16 في بطولة كأس العالم، يعني ماتشات ساخنة جدا من خلال المنتخبات الكبيرة وسيطرتها على الصعود لدور الثمانية. شفنا امبارح هولندا بتفوز على امريكا، شفنا ايضا الارجنتين بتفوز على استراليا. النهارده بطلة العالم بتعمل ماتش اكثر من رائع الصراحة، ويعني بنقول ان فرنسا بتقول انا يعني ممكن اخدها مرة تانية من خلال مباراة اليوم ومن خلال الاداء ومن خلال اللاعبين اللي موجودين، سواء بقى مبابي ولا جيرو ولا اللعيبه، الحقيقه كلهم، وجريزمان كمان كان هايل جدا النهارده. وبالتالي بتفوز على بولندا ب3 اهداف مقابل هدف واحد. واخيرا منذ قليل يعني برضو ماتش تقيل جدا وماتش كان قوي جدا كنا متوقعينه. انجلترا بتفوز على السنغال 3-0، ولكن طبعا السنغال او اسود الترنجة ما كانوش اسود خالص النهارده. الحقيقه الامور بالنسبه لهم كانوا مستسلمين تماما للقوى الهجوميه الكبيره للمنتخب الانجليزي، وبالتالي طبعا المنتخب الانجليزي استغل هذه الفرصه ويفوز على السنغال 3-0 ممثل افريقيا بجانب المغرب. ولكن طبعا خلاص تتبقى المغرب هي ممثلة العرب وافريقيا في هذه البطولة، نتمنى لها كل التوفيق. عندنا كلام كتير في حلقتنا النهارده، كابتن رضا عبد العال، عبد الرحمن مجدي هيكونوا معانا النهارده والحديث عن مباريات اليوم والتحليل الفني للمباراتين النهارده. ولكن خلينا نبتدي الحلقة ان شاء الله باهم اخبار.